نتواصل مع حضراتكم في المباراة الختامية لخليج 20 هنا في عدن، بعد أن شاهدنا أجواء جميلة بين شوطي المباراة النهائية والحضور الرسمي لفخامة الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح وسعادة محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذه المباراة النهائية. الحكم عبد الله الحراسي. شوط المباراة الثاني سينطلق بعد لحظات. شوط أول جميل ممتع مثير فرص، كرات في القائم في العارضة. الكويت كانت هي الأفضل الأخطر تكتيكيا، استطاعت أن تفرض أسلوبها لكن لم تنجح في التسجيل. شوط الحسم ربما يكون شوط البطولة، شوط اللقب، شوط الذهب، شوط الوصول إلى منارة عدن. كل ذلك في الدقائق القادمة إما في هذا الشوط أو أشواط إضافية. مشاهدينا متابعينا في يوم الختام، بل مسك الختام في يوم الأحد، لا بد من أحد هذين المنتخبين. نهائي عدن، ما زال السؤال يفرض نفسه ويطرح نفسه في هذه المباراة. البطولة لمن؟ رابعة للأخضر أم عاشرة يا كويت؟ صافرة تأتي. تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. فهد العنزي يحاول، الكرة بتتخلص، لا تبديلات لا تغييرات، الأسماء هي الأسماء. عبد العزيز يعود بالكرة في نص الملعب، بيرسل الكرة إلى عبد اللطيف الغنام، في مكان إلى أحمد عباس، مقطوعة. كلاهما كانوا في المجموعة الأولى واليوم ينظرون إلى المركز الأول. أسامة يبعد الكرة من أمام يوسف ناصر، كرة إلى خارج الملعب. كلاهما كانوا في فندق القصر واليوم من يبقى في القصر لوحده هناك. الكرة الآن تعود من جديد في نص الملعب إلى جراح سعد ندى، مقطوعة. الكرة من وليد إلى خارج الملعب. رمي تماس. درب الخليج، يوم النهائي الكبير ولوحة المساء الأخير في خليج عدن قبل أن يكون الموعد القادم ربما هناك في العراق في خليج 21. 9 أشهر مهلة للاتحاد العراقي. فهد عوض يا لعيب، فاصل كنترول ابعاد الان بمبدا السلام. الكره الى خارج الملعب. رمي التماس من جانب لاعب نادي الكويت ومنتخب الكويت. بسيرو، الكاس بين ايدينا وبقي ان نرفعه عاليا. هكذا يصرح بسيرو في هذه البطوله. المحاوله بتصل من عباس، الكره بحظ عليها مساعد ندى بشكل ممتاز. الكره بتتحول الى خارج الملعب. رمي التماس. لقاءات عديدة جمعتهم في كؤوس الخليج، لقاءات عديدة جمعتهم في تصفيات كأس العالم، من لقاءات 81 والتأهل لكأس العالم بالنسبة للمنتخب الكويتي. 1-0 العنبري وال2-0 فيصل الدخيل هناك أيضا للكويت، وبعد ذلك في 93 المؤهلة لل94 0-0 و2-0 أيضا في الأيام التي سجل فيها ماجد. الآن نشاهد هذه الكرة والمحاولة اللي بتتحول إلى الشلهوب. تعود الكرة في 97 تقابلوا 2-1 بشار وجمال مبارك، و2-1 أيضا للمنتخب السعودي يوسف الثنيان وفهد المهلل. أيضا في 2005 تقابلوا 0-0 3-0 الشلهوب هدفين سعد الحارثي. تصفيات كأس العالم 8 مرات تقابلوا فيها. في كأس آسيا تقابلوا، في الألعاب الآسيوية، في كأس العرب، في الدورة العربية، في بطولات كأس الخليج. هنا أحمد عباس، هنا راشد الرهيب، استلام تقدم وليد علي، عودة انضباط التزام. من يسعفه وتسعفه اللياقة البدنية في هذه المباراة. مجهود بذله المنتخبان طوال البطولة، بطولة ال14 يوم، بطولة ال14 يوم تنتظر قمرها، تنتظر قمرها في النهاية. بعد 14 يوم من يا ترى يكون هو القمر في هذه البطولة؟ راشد الرهيب يرسل الكرة على شكل ركنية راسية مساعد ندى. عبد اللطيف، ابراهيم غالب، استلام كنترول، يرسل الكرة في الجهة اليمنى. راشد استلام، محاولة الآن، يرسل الكرة إلى أسامة عباس، فيها خطأ على أحمد عباس. سلامات سلامات. اشتراك التحام مع عبد الله العامر وبالتالي خطأ. كأس العرب تقابلوا في 92 2-0 للمنتخب السعودي في النصف نهائي. في الدورة العربية 1-0 للسعودية. في الألعاب الآسيوية في 86 2-2 ركلات ترجيح فازت السعودية. كأس آسيا
في ال 84 سنغافورة 1-0 محيسن، 88 في الدوحة 0-0. في أيضا بطولة آسيا في لبنان 3-2 بهدف ذهبي كان للدمياط، هدفين وطلال مشعل هدف. وأيضا سجل بشار والهويدي. أبرز لقاءات، أبرز الذكريات، أبرز الأحاديث في ديربي الخليج ما بين المنتخبين سواء في كؤوس الخليج أو في البطولات المختلفة. 5 دقائق مرت من الشوط الثاني، نشاهد محاولات من المنتخب السعودي للتقدم. مهند عسيري يرسل الكرة في مكان مقطوعة مرتدة، خطفها الشلهوب، محاولة ومشعل يرسل الكرة مهند عسيري، لكن جراح يعود، طلال عامر يعود، قطع الكرة بدران مشاها، أسامة المولد يسيطر عليها بحظ بالخبرة. أسامة عزام القرني يرسل الكرة إلى كامل الموسى. الشوط الثاني محاولة بأن تكون المبادرة السعودية. مشعل السعيد في الجهة اليسرى بيلعب الكرة في مكان إلى مهند عسيري، لاعب على لاعب يحاول المرور. حسين فاضل ممتاز في قطع الكرة، تعود الكرة من جديد صفرة وخطأ على اللاعب مهند عسيري. هذا هو مهند. حسين فاضل بينفذ الخطأ بشكل سريع، لا تغييرات ولا تبديلات، لا جوران غير ولا بسير غير، المدرب الأصغر في البطولة والأقل راتب في البطولة، لكنه قد يكون الأشهر إن حقق البطولة في مساء اليوم. فهد عوض بيعدي، فهد عوض بيمر، يرسل الكرة في مكان، لكن الكرة مقطوعة بشكل سليم في اللقطة الماضية من عبد اللطيف الغنام. إبراهيم غالب سعودية خضراء، محاولة الآن عن طريق اللاعب عبد العزيز الدوسري، يرسل الكرة في مكان إلى إبراهيم غالب. إبراهيم غالب يتقدم، بيلعب الكرة في الجهة اليمنى، راشد الرهيب إرسال الكرة إلى الشلهوب، إلى إبراهيم غالب يتقدم، بيلعب الكرة في الجهة اليسرى في مكان، محاولة للمرور، ولكن الكرة أيضا بتتخلص من عامر المعتوه. صعب المباراة، النهائي صعب، وكان الله في عون الجماهير وفي أعصاب الجماهير. لعنزي بدران يوسف ناصر حاول مر، ولكن كامل الموسى تغطية الكرة إلى ضربة ركنية، كرة إلى ضربة ركنية. هذا يوسف ناصر زمان كان يفرحهم جاسم يعقوب، فهل يفرحهم أبو يعقوب يوسف في هذه البطولة؟ ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة المنتخب الكويتي. دقيقة السادسة، بدر المطوع على تنفيذ الكرات الثابتة للمنتخب الكويتي. يلعب لك كرة بدر عرضية في مكان عالية، هو مساعد، هو مساعد بالقدم ولا بالساعد؟ هو يساعد، ساعد ندى ارتقاء، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. حتى الآن في بطولة خليج 20 ما عرفنا جنسية اللي اتصل أول مرة في الافتتاح وقال ألوه، لسه نبغي نعرف من اللي اتصل على البطولة. هو يا سعودي يا كويتي، راح يتحدد اليوم، يتحدد اليوم. يمكن مساعد ويمكن أسامة. نشاهد الكرة بتتحول إلى كامل الموسى، تعود من جديد المحاولة في نص الملعب عن طريق كامل الموسى. في نص الملعب يلعب لك كرة باتجاه أسامة المولد، لكن حقيقة بطولة عشنا فيها أيام جميلة جدا، بطولة كانت فيها الشكاوي شبه معدومة، لم نرى إلا كل سعادة من كل الوفود، لا شكاوي. حاول اليمنيون قدر الإمكان بأن يفعلوا كل شيء بالرغم من أنها استضافتهم الأولى، ونجحوا في ذلك. ابتسامتهم كانت من أول يوم إلى آخر يوم، ولكن اليوم لمن ستكون الابتسامة؟ وليد علي بيرسل كرة طويلة إلى الأمام، محاولة مرور، لكن إبعاد من مشعل السعيد. مشعل السعيد يبعد هذه الكرة. نعم خرج المنتخب اليمني بدون فوز، لكنهم فازوا بحب الجميع في هذه البطولة. فهد العنزي، الله يا بدر المطوع، الله على مروره. بدر المطوع واحد من نجوم المباراة، المولود في يوم 10/1 وهو 1/10، 1/10. شوف المرور من عبد اللطيف الغنام، السقوط والخطأ لمصلحة بدر المطوع. هو اللي راح ينفذ الكرات الثابتة. ما زالت محاولات الكويت مستمرة في هذه المباراة. تغطية كانت إعلامية صحفية للمباراة النهائية من قبل الصحافة الخليجية حقيقة بشكل عام. هنا الكرة العرضية بدر المطوع، ولكن الكرة مقطوعة.
تعود وليد يحاول، كرة بتتهيأ، أسامة يبعد الكرة، احتجاج، وصلت إلى الكابيتانو محمد الشلهوب، مررها قدم يسرى إلى يسرى، محاولة الآن إلى عبد العزيز، إلى الدوسري، يتقدم فيها، يحاول فيها، بيرسل الكرة طويلة إلى الأمام، سهلة الكرة بتصل إلى حارس المرمى، سهلة بتصل إلى حارس المرمى. صحيفة الرياضي في السعودية بمانشيت: الكاس تحلالك بهمة رجالك، الشرق الأوسط دربي تاريخي بذهب الخليج. صحيفة الراية الكويتية بعنوان: في السعودية والكويت من سبأ لبق، من سبأ لبق، كناية عن وجودهم هنا بالقرب من سبأ. جريدة الوطن الكويتية بمانشيت: نبيها 10، نبيها 10 يا فهد. الآن نشاهد 10 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. الكرة والمباراة ما زالت بانتظار مانشيت للصحافة غدا. من يا ترى يتصدر العنوان ويكون أحلى مانشيت في الصحافة الخليجية غدا؟ وليد يتقدم، عبد اللطيف ممتاز، وليد أكثر تألق في الجهة اليسرى لكن مقطوعة من راشد الرهيب، راشد يبعدها من غالب، يرسل الكرة، وصلت إلى فهد العنزي، عادت إلى طلال عامر، استلام كنترول، عادت السيطرة الكويتية والمحاولة بتعود عن طريق عامر المعتوق، يرسل الكرة إلى فهد العنزي، إلى كريستيانو، يعود بالكرة إلى الخلف، عروض من كل مكان لفهد العنزي وله الحق في ذلك. بدر المطوع يحاول أن يقدم العروض لكن مشعل السعيد إبعاد لهذه الكرة من عامر المعتوق. طلال عامر، مباراة الهفوة فيها ستكلف الكثير، الخطأ سيكلف الكثير. جراح يرسل الكرة، خطأ ليوسف ناصر على أسامة المولد. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. حكم عماني، مساعد يمني، مساعد قطري يتواجدون في مباراة نهائية بين الكويت والسعودية. أسامة المولد أخلاق عالية جدا. وفي اللقطة الماضية حديث مع حكم المباراة، انذار شفوي، انذار شفوي. كرة من بدر المطوع، سقوط فهد العنزي، حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. كرة بتعود من حارس المرمى، مشعل السعيد، محمد شلهوب اللي واضح في الصورة، محمد شلهوب يتقدم، مهند عسيري بيرسل الكرة طويلة وإلى الأمام، عامر المعتوق، ضغط من محمد شلهوب لكن الكرة أيضا مقطوعة. الكرة بتتحول الآن، مر فيها فهد، تقدم فيها العنزي، لاعب على لاعب ممكن يمر، لاعب على اثنين ممكن يمر، لاعب على اثنين لا ما يمر. عبد اللطيف معه صافرة وخطأ على فهد العنزي في اللقطة الماضية. هذا فهد خطأ عليه في اللقطة الماضية. الكرة الآن بتتحول في نص الملعب، وصلت إلى محمد شلهوب اللي واضح في الصورة، يقول: إن فزت اليوم قبل أن أرفع الكأس سأقول 3 أمور: أولا الحمد لله وشكر لله، ثانيا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، ثالثا إهداء للجماهير السعودية. هكذا يقول محمد شلهوب: إن رفعت بطولة الكأس في هذا اليوم بعد النهائي سأقول هذه الأمور. الكرة بتتحول إلى عبد العزيز الدوسري، أرسل الكرة إلى عباس، مهند انطلاقة، الكرة بتتحول، غالب بيعدي، سقوط، خطأ في مكان خطير. إبراهيم غالب الآن، الخطأ على جراح، حكم قوي الشخصية إبراهيم غالب أو إبراهيم ساهر، نظام ساهر يا إبراهيم. من يعدي اليوم، من يطوف اليوم، المخالفة على مين؟ الفواتير على مين؟ من اللي يدفع فواتيره في نهائي الخليج 20؟ ضربة وكرة ثابتة لمصلحة المنتخب السعودي. محمد الشلهوب اختصاص الكرات الثابتة هو الأقرب. المحاولة الآن حاذ بشري من 4 إلى 5 لاعبين. نظرات: والله ومرت الأيام وصرت كابتن يا شلهوب، لكن أنت وأنت الصغير كابتن، من وأنت الصغير كابتن يا محمد. الآن محمد شلهوب 30 سنة، أسامة المولد قدم يمنى،
أسامة المولد، كامل الموسى، شلهوب أقرب بيلعب لكرة، الله يا رب. في نهاية 20 كاد أن يتحرك الرقم 10. الله يا نواف، الله يا الخالدي، وكأنها لقطة الشلهوب وماجد ناصر في السيمي فاينل، من نفس المكان في نفس الزاوية بنفس ردة الفعل. الله على الشلهوب وعلى نواف وعلى ماجد، ثلاثة اشتركوا في لقطة واحدة. هنا الشلهوب عرضية رأسية، الكرة بتتحول، تعود من جديد. ربع ساعة مرت من الشوط الثاني، وصلت إلى عبد العزيز، يعود بالكرة إلى راشد الرهيب، فهد لانسي استلام، أسامة يتركها، عادت إلى غالب، عادت إلى الموسى، كامل بيرسلها كرة في نص الملعب، عادت الكرة إلى عبد العزيز الدوسري اللي يتقدم، مشاها تقدم فيها الشلهوب، استلام، تمريرة إلى راشد الرهيب، بيلعب لك كرة الآن عبد اللطيف الغنام في الجهة اليمنى في مكان إلى عبد العزيز، راشد خاطئة، فهد عوض يعيد الكرة إلى مساعد ندى، تعود الكرة عن طريق بدر المطوع، يحاول المرور لكن الكرة بتتخلص، جراح بيسيطر عليها، جراح بيلعب لك كرة سريعة، مرور بدر، سرعة بدر، سيطرة من بدر، الكرة بتعود، عدت ولا ما عدت؟ الحكم يقول عدت، الحكم يقول عدت وتحولت إلى ضربة مرمى. هذه كرة محمد الشلهوب، الله على تسديدة بالقدم اليسرى، والله على ردة فعل من جانب حارس المرمى المتألق نواف. محمد الشلهوب نظرة في اللقطة الماضية، يرشح فهد لانسي كأفضل لاعب في البطولة، ويرشح الخالدي وعساف وماجد لأفضل حارس في البطولة. محمد الشلهوب اختلفت معاه على العمر، أقول له 30 يقول لي 29، 30 29، قلت له ما فرقت سنة يا محمد، قال لي لا تفرق، أبغي أشارك في كأس العالم 22 في قطر. الكرة طويلة وإلى الأمام، بتتحول الكرة من جديد إلى أسامة المولد اللي بيسيطر عليها. الله يعطينا طولة العمر والصحة، راح تشوفون اللاعبين اللي اليوم في البطولة محللين في القنوات الرياضية، واللي مساعد مدرب واللي إداري، وجوه ستتغير، أمور ستتغير، لكن الشلهوب يبغى يشارك في كأس العالم 22 في قطر. كرة بتتحول الآن من جديد، أحمد عباس يرسل له كرة من جديد إلى عبد اللطيف الغنام، شلهوب استلام، كرة بتعود عن طريق راشد الرهيب، راشد يمرر، راشد إلى عبد اللطيف، عادت إلى إبراهيم غالب، السعودية تستحوذ في هذه اللحظات، مهند عسيري يحاول سقوط، إتاحة الفرصة، مشعل السعيد، مرور، صافر أمادة، الكرة إلى ضربة مرمى، كرة إلى ضربة مرمى. المنتخب السعودي يملك في دكة البدلاء ريان بلال وصالح بشير، في دكة البدلاء من الأسماء أيضا اللي ممكن تكون حلول بالنسبة للفريق، أيضا سلطان النمري وتيسير الجاسم. الكرة بتعود في نص الملعب، المنتخب الكويتي يملك عبد العزيز المشعان في دكة البدلاء، من أهم الأوراق أيضا بجانب حمد العنزي. الكرة بتعود الآن من جديد في الجهة اليمنى طويلة وإلى الأمام، كامل الموسى يبعدها، نشاهد المحاولة بتصل من عباس في مكان، أرسل لك كرة إلى عبد العزيز، عبد العزيز يلعب لك كرة في نص الملعب، أحمد عباس يتقدم، عباس يفكر بالتسديد، الكرة بتعود إلى الشلهوب، تحرك عسيري، شوف عودة لاعبي الكويت، ما في مساحات، ما في فراغات، تغطية من العمق. هنا إبراهيم غالب يحاول زيادة العددية من لاعبي الوسط، عبد العزيز الدوسري يحاولون إيجاد مساحة ثغرة، كرة مهند راسية، الله يا عسيري، يا ساكن بشارع عسير، انتهينا، لسه ما بدت، لسه ما تسجلت. شوف الارتقاء والراسية من مهند عسيري في اللقطة الماضية، لكن الكرة كانت في نفس المكان. تمريرة من أحمد عباس، ارتقاء حلو حقيقة، ارتقاء في الهواء، فهد العنزي السيطرة، كنترول، لكن مشعل السعيد يبعدها، يقوم بشكل كبير بإيقاف خطورة فهد العنزي. عباس بالقوة يمر، عباس بالنظرة يمرر، عبد اللطيف بالهدوء، شلهوب ينطلق يتقدم، كرة إلى مشعل السعيد، شوط ثاني
فرص أقل من الشوط الأول إلى الآن، لكن هناك فرص. إبراهيم غالب، كامل الموسى بيلعب لكرة إلى عبد اللطيف الغنام. عبد اللطيف، أحمد عباس مقطوعة. فهد عوض، مباراة كبيرة، تمريرة من فهد عوض في مكان فهد العنزي والمساحة. فهد العنزي والمساحة، راح تقدم لاعب مع كامل مع مشعل، يرسل له كرة في الجهة اليسرى إلى مساعد ندى، بيعديه، يحاول وليد علي تسديده، لكن الكرة تصطدم. وليد يحاول، لكن رأسية تعود إلى حارس المرمى عساف القرني. هذا كامل الموسى اللي بيسيطر على الكرة وإبعاد الكرة إلى حارس المرمى. عساف القرني بدوره بيرسل الكرة في نص الملعب في مكان إلى عبد اللطيف. عبد اللطيف بيلعب الكرة إلى عبد العزيز الدوسري في نص الملعب. عامر المعتوق يخطفها بشكل سليم، وصلت إلى فهد العنزي، مر تقدم، ولكن قطع الكرة من عبد العزيز. الله يا الغنام، يا لعيب يا عبد اللطيف. محاولة من راشد، عباس تأخر فيها، مقطوعة. جراح يحاول، جراح لا تيجي. يوسف ناصر، تعود الكرة من جديد في الجهة اليسرى. بدر المطوع مر تقدم، حاول، لكن الكرة مقطوعة من عبد اللطيف الغنام إلى إبراهيم غالب. دقائق فيها كرات عشوائية، كرات مقطوعة في نص الملعب. شايف حتى حكم المباراة الرابع ما سلم، كرات بدون تركيز في الدقائق الماضية. سلطان النمري، تحدثنا وتحدث الزملاء في استوديو التحليل، يشارك الآن مكان أحمد عباس. الآن 3 لاعبين خلف المهاجم مهند عسيري يلعبون بالقدم اليسرى. سلطان النمري، شلهوب، عبد العزيز الدوسري. لقطة جميلة لهذا الملعب ولهذه الجماهير التي تملأ المدرجات. ما في مكان لا على الدرج ولا فوق الأسوار. نساء، شباب، رجال، أطفال يمنيون يأتون من كل مكان، من كل المحافظات. جماهير سعودية تقطع المسافات، كويتية أيضا، أعلام، شعارات، أجواء. الله على نجاح البطولة الجماهيري ونجاح البطولة التنظيمي. شكرا للمرة الأخرى لليمن على التنظيم وعلى هذه البطولة، قياسا بما كنا نسمع قبل البطولة من شكوك وتشكيك، من هواجس أمنية، من أمور متعددة، من عدم جاهزية. اليمن تؤكد قدرتها على الاستضافة، تؤكد قدرتها على الظهور بهذه الطريقة، بشبابها، بالتأكيد برجالها المحبين لهذا البلد. كرة طويلة، مهند عسيري يحاول المرور، لكن الكرة بتتخلص، تعود من جديد باتجاه اللاعب جراح في نص الملعب إلى وليد علي. وشاهد حمد لانزي سيكون البديل القادم. 0-0 تحرك المدربان بسير، ويشرك سلطان النمري مكان أحمد عباس. كرة الآن إلى محمد شلهوب. سلطان استلام، تسديده. الله يا نمري، الله يا سلطان. كرة كانت من البديل، كرة كادت بأن تكون أول الأهداف. شوف سلطان النمري والقدم اليسرى القوية قريبة جدا. حسرة كبيرة على السلطان، كان ممكن يسلطنهم في اللقطة الماضية. يوسف ناصر سيخرج ويترك مكانه لحمد لانزي. اللاعب الصغير باتو الذيب حمد لانزي لاعب القادسية والمتألق في القادسية والمنتخب الكويتي، يشارك كبديل لسيد كوران مكان اللاعب يوسف ناصر في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. الكرة الآن بتتحول عن طريق اللاعب سلطان النمري. سلطان يتقدم، تعود الكرة من جديد. جماهير بدأت تهدأ، لكن الفوفو سلة شغالة. نبغي الأهازيج أحسن من الفوفو سلة. يوسف ناصر يخرج ويترك مكانه لحمد. سلامات لطلال عامر في حديث مع حكم المباراة اللي ربما ينذر شفويا في اللقطة الماضية. إصابة اللاعب طلال عامر، يكون بالسلامة إن شاء الله. الحضور الرسمي لهذه المباراة من الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح، الشيخ أحمد الفهد، وسعادة محمد بن همام، وهنا الجماهير اليمنية التي تملأ المدرجات
وتردد دمت للتاريخ محرابا مهابا، يمنا تزهو به العرب انتسابا، يفتدي طهرك ماء وترابا، فتية إن أمروا المجد استجابا. كرة بتتحول الآن، حسين فاضل في الدقيقة 70 بيرسل كرة. هل تكون مباراة الهدف الواحد؟ هل يكون نهائي الهدف الواحد بعد نهائي 74 واللي انتهى بالأربعة؟ مباراة النهائي اليوم لا تشهد أهداف، 0-0 ما بين المنتخبين. 20 دقيقة كل ما تبقت على نهائي 20 دقيقة كل ما يتبقى على الوقت الأصلي. خطأ لمصلحة مشعل السعيد في نهائي اليمن السعيد. كامل الموسى، شلهوب محمد في مكانه إلى كامل الموسى. عودة كويتية وغلق كل المنافذ واعتماد على الكرات المرتدة، لكن حقيقة كرات الكويت المرتدة في الشوط الثاني غير موجودة. لا نشاهد فرص كويتية في شوط المباراة الثاني. أتحدث عن فرص خطيرة كما كانت في الشوط الأول، ولذلك المدرب الآن يشرك حمد العنزي مكان يوسف ناصر في محاولة لتفعيل الهجمات المرتدة عن طريق حمد العنزي. مشعل السعيد بيرسل كرة، مهند عسيري استلام تحضين دوران، مهند يسيطر، مهند يحاول، مهند مسارة الكرة معه، مهند يلعب للكرة في الجهة اليسرى من سلطان، تعود الكرة في نص الملعب عن طريق كامل الموسى. سلطان النمري، الله على ابراهيم غالب، يا سلام، مهارة فردية ومرور. شلهوب لعب للكرة الى ابراهيم غالب، كنترول دوران السقوط، خطأ لمصلحة اللاعب ابراهيم غالب. تذكر لاعب سعودي سابق كان اسمه ابراهيم ماطر، لاعب ايضا انيق وممتع كان في خط الوسط السعودي. ابراهيم غالب الان يحصل على خطأ والخطأ ينفذ. سلطان يرسل الكرة إلى عبد العزيز، كرة عرضية في مكان، فهد عوض ممتاز، إبعاد لهذه الكرة من جانب اللاعب جراح، استلام، محاولة من حمد العنزي، سيطر عليها، وقف عليها، يا سلام، بيلعب لك كرة لكن أسامة بيخلصها، عادت إلى حمد العنزي، حمد بيسيطر. شلهوب خطأ واضح في اللقطة الماضية على محمد الشلهوب. الكأس السادسة من يا ترى يحصل عليها اليوم في بطولات كؤوس الخليج؟ محاولة الآن إلى بدر المطوع، الكرة بالطول. في بطولات كؤوس الخليج تم صناعة 5 كؤوس سابقة. الأولى من البحرين صنعت في لبنان واحتفظت بها الكويت بعد أول 3 بطولات. الثانية قدمتها قطر وصنعت في ألمانيا الغربية واحتفظت بها الكويت. الثالثة صنعت في فرنسا وقدمتها السعودية واختفت في الكويت في أيام حرب الخليج، ما احتفظ فيها أحد، اختفت. الرابعة قدمتها قطر وصنعت في إيطاليا واحتفظت بها الكويت في عام 98. الخامسة قدمتها السعودية واحتفظت بها السعودية في 2003 بعد أن حصلت على 3 بطولة لها. مهند عسيري بينزل الآن الكأس السادسة، قطرية، فكرة الشيخ جاسم بن حمد، والكرة الآن فيها مرور لكن راية وتسلل. التصميم كان للفنان العراقي أحمد البحراني، صنعت في إيطاليا. الكأس السادسة يا بدر، الكأس السادسة، هل تحصل عليها الكويت اليوم؟ سلطان النمري يحاول، فهد عوض الكرة معاه، بيسيطر عليها، فهد يتقدم، فهد بيعدي، فهد بيمر، ولكن الكرة بتتخلص. راشد الرهيب سل الكرة إلى إبراهيم غالب، إبراهيم غالب يتقدم إلى راشد الرهيب في مكان، استلام، تمريرة من سلطان، حصلها الشلهوب، ممكن يمر، فضل التمرير، راشد الرهيب يكسب ضربة ركنية في اللقطة الماضية، يكسب ضربة ركنية في اللقطة الماضية. بطولة الخليج، بطولة الإعلام، بطولة الشيوخ، بطولة التصريحات، بطولة النجوم والأسماء في اليوم الختامي هنا في عدن في 22 من مايو في هذا الملعب. ضربة ركنية سعودية، سعودية، كرة عرضية عالية على القائم البعيد، كامل الموسى يسقط، مشعل أو عبد العزيز، الكرة إلى خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس. هذه اللقطة الماضية وهنا سقوط كامل الموسى.
الكرة بتتحول الآن لمصلحة الكويت، مقطوعة من عبد اللطيف الغنام. السعودية أفضل في الشوط الثاني، هذه حقيقة بالرغم من قلة الفرص في الشوط الثاني، إلا أن السعودية هي من تسيطر على وتستحوذ على أغلب الفترات وتصل إلى منطقة الجزاء. الكويت بالكرات المرتدة. هنا المحاولة تعود إلى بدر المطوع. فهد العنزي لاعب على لاعب، ممكن فهد يتقدم عرضية لكن الكرة تصطدم وبتتحول إلى ضربة ركنية. فهد العنزي لا يمر من مشعل السعيد، ضربة ركنية لمصلحة المنتخب الكويتي يحصل عليها اللاعب فهد العنزي في هذه المباراة. غوران المدرب الواضح في الصورة يريد أن ينضم إلى قافلة المدربين وما أكثرهم الذين حصلوا على بطولات كأس الخليج مع الكويت. غوران يقول انتظروا مفاجآتي في هذا النهائي، هل يفاجئهم؟ هل يستطيع؟ هل ينجح؟ يقول أريد أن أنقل الكرة الكويتية وأن أنجح في بناء مستقبل الكرة الكويتية في الفترة القادمة، ويتحدث بأن الكرة الكويتية بحاجة إلى نقلة الاحتراف، وهذه حقيقة. في المنتخب الكويتي والأندية الكويتية والدوري الكويتي بحاجة إلى ذلك حتى يتمكن من المشاركة في بطولات دوري أبطال آسيا للمحترفين. شلهوب، كرة مقطوعة من طلال عامر، تعود من جديد. هاتخذ، طلال بيسيطر عليها، ارسل الكرة إلى بدر المطوع، فيها استلام، فيها تقدم. فهد العنزي يسيطر عليها، فهد يحاول، بدر المطوع يحاول في الجهة اليمنى، أسامة المولد تحضين، بدر المطوع بالسرعة، فهد العنزي بالمهارة سيطر عليها، وقف عليها، يضطر للعودة إلى الخلف. تعود الكرة من جديد، شوط ثاني مغلق تماما، فرص تكاد تكون معدومة إلا فيما ندر. وليد علي يحاول، تعود من جديد الكرة، وليد بيعدي فيها، المقص عرضية سهلة إلى عساف، القرني. هذا وليد، الكرة بتتحول الآن في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب راشد الرهيب. محمد شلهوب، تعود الكرة مرة أخرى من الغنام، راشد، أسامة المولد. اليوم كان أيضا في تصريح من الأستاذ الكبير والمعلق الشهير الشيخ المعلقين خالد الحربان الذي نتمنى له الشفاء والذي يتلقى العلاج خارج الكويت. كان تصريح وتوجيه وتوقع بأن المنتخب الكويتي سيفوز، وكان الحديث بانهمار من دموع خالد الحربان لنتمنى له الشفاء حقيقة في برنامج بلنتي هناك في المارينا FM. كرة بتتحول في نص الملعب عن طريق اللاعب إبراهيم غالب. إبراهيم غالب يرسلها كرة طويلة وإلى الأمام في الجهة اليسرى إلى مهند عسيري. مهند عسيري، تعود الكرة مرة أخرى طويلة وإلى الأمام، المحاولة فهد العنزي بيعدي، فهد ينطلق في المساحات بالسرعة بالمهارات، يتقدم يا لعيب يا فنان، كرة عرضية يا رباه، محاولة حمد العنزي، تمرير وليد، البحث عن التسديد، كرة تسديدة قوية تصطدم، ضاعت، تأخر وليد، راحت من ابو علي، لكن الله على فهد العنزي لما ينطلق، لما يمر، لما يعدي. هنا الشلهوب بينية سهلة بتصل إلى حارس المرمى، حد يخطفها ولا تعادل؟ حد يخطفها. شوف حمد العنزي اللقطة الماضية، وليد كان ممكن تسديده، أيضا حمد العنزي كان ممكن في اللقطة الماضية. تعود مرة أخرى، بدر المطوع، استلام، كنترول، سيطر عليها بدر بشكل ممتاز، بيلعب لك كرة في الجهة اليمنى. تعود الكرة مرة أخرى، عبد العزيز دوسري، هذا بدر يشارك فهد العنزي في دقيقة. بدر المطوع سجل 3 أهداف وصنع أيضا أهداف، لمسة يد على عبد العزيز دوسري، لاعب يملك إمكانيات جميلة لكن قلة في الخبرة. والمنتخب السعودي الكل يعلم بأنهم لاعبون متمرسون في الدوري السعودي، لكنهم لم يتعودوا على المشاركة في البطولات بهذه المجموعة وبهذه التشكيلة، ولذلك كريستيانو سعيد بمكاسب المنتخب السعودي من هذه البطولة أيا كانت النتائج، ولو أن الضغوطات دائما تكون موجودة والمطالبة بالفوز وبالألقاب دائما ما يكون مقرونا بمشاركات المنتخب السعودي. طلال عامر بيرسل كرة طويلة وإلى الأمام،
تعود الكرة إلى مشعل السعيد، بيحضر عليها يتركها سهلة. اقتربنا من الدقائق العشر الأخيرة، اقتربنا من الأوقات الأخيرة، من اللحظات الصعبة في هذا النهائي. هذا عزيز حمادة، وهنا المدرب الصربي جوران. تعود الكرة عن طريق عبد اللطيف الغنام، بيلعب لك كرة في مكان إلى كامل الموسى. مشعل السعيد، شوط أول أجمل من الشوط الثاني من حيث الفرص والإثارة. شوط ثاني تستمر الإثارة والترقب في هذا النهائي. أمواج بشرية في ملعب 22 من مايو، لأكثر من 30,000 متفرج يملؤون المدرجات. عطنا المدرجات على الأقل فيها أمواج، المباراة في الملعب ما فيها أمواج. الكرة بتتحول إلى سلطان عزيز الدوسري، يحاول في نص الملعب، بيرسل الكرة عبد اللطيف شلهوب في الجهة اليسرى في مكان مشعل السعيد، يتقدم بيلعب لك كرة. الدربي مستمر، الصراع مستمر، الحوار مستمر. تغيير لكل مدرب ولا تغيير في النتيجة. قوية تصطدم، بيتغير اتجاهها، الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. يا مخرج عطنا المدرجات، عطنا المدرجات. اشتعلت المدرجات في هذا الملعب، هنا في ملعب 22 من مايو. الله على لوحة يرسمها الجمهور الذي يحضر في هذه المباراة. ضربة ركنية، محمد الشلهوب على تنفيذ الضربة الركنية. الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية أخرى. مهند عسيري يحاول استغلال طول القامة. سامعين الجماهير، سامعين المدرجات. الكرة بتتحول الآن، محمد شلهوب بيلعب لك كرة عرضية على القائم البعيد، رأسية، لكن الكرة بتبعد إلى خارج الملعب. ضربة ركنية أيضا للأخضر السعودي. ضربة ركنية. طلال عامر، سلامات إن شاء الله. طلال عامر في اللحظة الماضية اشتراك بيصير وبدأ ينقص، والجماهير كلها واقفة. أخيرا يا مخرج، الله على هذه اللوحة، الله على هذا النجاح، على هذه الصورة، على هذه اللقطة. الكل في هذا الملعب يقف بأمواج سعودية، كويتية، يمنية، خليجية، في نهاية 20 في الدقائق العشر الأخيرة للمباراة النهائية في وقتها الأصلي. سلامات إن شاء الله لطلال عامر، لا بطل بدون جروح يا طلال. سلامات إن شاء الله. تضحيات تقدم من اللاعبين، جهد، عرق بذلوه طوال البطولة. نظرة من جانب المدرب، نظرة من جانب هذا الرجل وهذا المشجع. سلامات إن شاء الله. طلال يتألم ويتعرض لإصابة مشتركة مع كامل الموسى أيضا في صراع الرؤوس. فرحة في المدرجات واضحة جدا، كانت الملامح تعبر، الصورة معبرة، بل أجدها أكثر تعبيرا مما سأقول. لكن في النهاية صحيح سيفرح فريق بالفوز، جمهور بالفوز، لكن العلامة الفارقة في هذه البطولة بأنها بطولة كانت مليئة بالأفراح. أيام وطنية، استضافة قطر، المنتخبات اللي شاركت وخرجت كانت سعيدة، الكل كان سعيد أيضا، حتى من خرجوا، حتى من ودعوا. لذلك نشاهد هذه اللوحة، هذه الصورة، هذه الأجواء التي يرسمها ويؤكدون بأنهم عاشقون، محبون، متيمون. ننتظر بالتأكيد مزيدا من هذه الأجواء في ملعب المباراة، أمواجا يحركها اللاعبون في أرضية الملعب. هذا طلال عامر اللي يربط راسه الآن ويستعد للعودة وإكمال ما تبقى من زمن هذه المباراة النهائية. في شوط المباراة الثاني ضربة ركنية، شلهوب يرسلها قصيرة أو طويلة، تقدم كامل الموسى وأسامة المولد ومهند عسيري طوال القامة في الكرات الثابتة للمنتخب السعودي. من يتوج بعرش بلقيس في هذه البطولة. الكرة بتتحول الآن إلى ضربة ركنية لمصلحة المنتخب السعودي عن طريق اللاعب محمد الشلهوب.
ضربة ركنية الآن. محمد شلهوب يلعب لك كرة عرضية ولكن الكرة بتتخلص. تعود من جديد المحاولة في نص الملعب. خطف فهد انطلق فيها فهد الأنذي. دخول قوي من كامل الموسى في اللقطة الماضية. ابعاد بشكل ممتاز. قطع الكرة تصبح مرتدة للمنتخب السعودي. أحد اللاعبين ساقط على أرضية الملعب. الله على الروح الرياضية. محمد الشلهوب روح رياضية عالية جدا تظهر ما بين الأشقاء في هذه المباراة. وشوف هنا سلامات 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 يا الله. سلطان النمري وابراهيم غالب اصطدام في اندفاع بدني قوي في اللقطة الماضية. سلامات سلامات نشوف اللقطة الماضية. كامل موسى بعد ذلك ولعب الكرة أمام فهد العنزي. وهنا حكم المباراة اللي أتاح الفرصة أحد لاعبي المنتخب الكويتي طايح على أرضية الملعب. 5 دقائق كل ما تبقى على الوقت الأصلي لزمن هذه المباراة. لا أهداف لا أهداف لكن الأعلام تتحرك. الرايات الشعارات الجماهير في كل مكان تراقب الأنظار بسيره. هل يكون أول لقب له مع الأخضر السعودي غوران؟ هل يضيف لقبا إلى لقب بطولة غرب آسيا ويعيد اللقب الخليجي بعد غياب استمر ل 12 عام منذ آخر لقب؟ عامر المعتوق طايح على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله. توقف اللعب قبل قليل في إصابة طلال عامر وتوقف أيضا قبل قليل في إصابة عامر المعتوق. وهنا اللقطة التي اصطدم فيها السلطان مع أيضا إبراهيم. ونشاهد الآن عامر المعتوق. سلامات إن شاء الله. سينقل إلى خارج أرضية الملعب لكي يتلقى العلاج اللازم. أصيب محمد راشد فغاب عن النهائي. الآن الباك اليمين عامر المعتوق يتعرض للإصابة ويحاول أن يتعامل على نفسه. وأحد اللاعبين الآخرين في المباراة يتعرض لإصابة وشاهد فهد الأنصاري. فهد الأنصاري يجهز للمشاركة من قبل السيد غوران في هذه اللحظات. طلال عامر هو اللي طايح على أرضية الملعب. أخو عامر العامر واحد من أفضل اللاعبين في الكويت في مركز المحور واللي كان يلعب في نادي الكويت بينما طلال يلعب في القادسية. سلامات إن شاء الله. إصابتين للاعبين. شوف الآن يطلبون التغيير. عامر المعتوق أصيب وطلال عامر أصيب. سيخرج ويترك مكانه للاعب فهد الأنصاري في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. هذا هو غوران. لحظات من الترقب وحبس الأنفاس. لحظات من الأعصاب في نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. وصلنا إلى وقت لا تعويض. وصلنا إلى هدف يكون أشبه بالهدف الذهبي إن أتى والهدف الحاسم والهدف القاتل. والآن طلال عامر. سلامات إن شاء الله يا طلال. يخرج ويترك مكانه لزميله فهد الأنصاري. اطمئنان من الجهاز الطبي. روح رياضية مماثلة من جانب لاعبي المنتخب الكويتي. إعادة الكرة للمنتخب السعودي. رمي تماس. هذا فهد الأنصاري. رمي تماس للمنتخب السعودي. الدربي الخليجي مستمر. مباريات المنتخبين مرة واحدة وصلت إلى ركلات الترجيح. في الأسياد 86 وفاز المنتخب السعودي بعد ذلك بركلات الترجيح بعد أن كان التعادل 2-2. هل نصل اليوم إلى ركلات الترجيح؟ بالمناسبة بطولة كأس الخليج حسمتها ركلات الترجيح 3 مرات. آخر مرة خليج 19 في عمان ابتسمت أخيرا للعمانيين وأدارت ظهرها للأخضر السعودي. الآن نشاهد راشد الرهيب. راشد يحاول بيرسل الكرة في الجهة اليسرى لمصلحة اللاعب مشعل السعيد. طويلة وإلى الأمام. سلطان النمري يحاول. تعود من جديد الكرة إلى خارج الملعب. رمي تماس. حسين فاضل. شوط ثاني. منتخب السعودي لا أفضلية نسبية على مستوى الاستحواذ والسيطرة لكن على مستوى الفرص
حقيقة قليلة كانت الفرص في الشوط الثاني، وإن كان ربما اختاروها كرة محمد شلهوب من الكرة الثابتة وراسية مهند عسيري. المحاولات الكويتية في الشوط الثاني كانت أقل من شوط المباراة الأول اللي كانت فرصهم أخطر بكثير. مهند عسيري الكرة بتتحول إلى رمي التماس في الدقيقة الأخيرة. مشعل السعيد بيرسل له كرة طويلة، محاولة راسية تبعد إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية إبعاد في اللقطة الماضية. نواف الخالدي في حديث، في اشتباك، ساعد ندى. ماذا يقول حكم المباراة؟ الآن نشاهد لقطة لا نتمنى بأن نشاهدها حقيقة في هذا الأجواء وفي هذه المباراة النهائية. صلوا على النبي، المباراة كانت جميلة جدا على مستوى الروح الرياضية. شوفوا هنا الاشتراك في اللقطة الماضية، مهند عسيري يحتاج اشتراك فيما بينه وبين مساعد ندى في اللقطة الماضية. حقيقة مشهد لم نكن بأن نتمنى بأن نشاهده ما بين مهند عسيري ومساعد ندى. حفاظ على الهدوء، حفاظ على الروح، على الصورة الجميلة، على صورة المباراة النهائية التي شاهدناها من البداية. لكن الآن الأوقات الأخيرة الأعصاب من يحافظ على هدوءه في المباراة النهائية. تعود الصورة من جديد ويعود العناق ما بين اللاعبين. ساعد ندى في حديث الآن مع مشعل السعيد في اللقطة الماضية. هذا هو مساعد ندى. حكم المباراة يطلب مهند عسيري ويطلب مساعد ندى. حديث من جانب حكم المباراة للاعبين في الوقت بدل ضايع. حقيقة الدقائق العشر الأخيرة ما فيها كورة، ما فيها كورة، كلها توقفات وإصابات والآن انذارات. مساعد ندى ومهند عسيري، 4 كروت صفراء في المباراة النهائية. وصلنا إلى الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني في المباراة النهائية لهذه البطولة. ضربة ركنية لمصلحة المنتخب السعودي. مهند عسيري يحاول، كرة بتتحول عن طريق محمد شلهوب. الآن شوف حكم المباراة يتجه إلى اللاعبين ويقول لهم المرة الأولى انذار، المرة الثانية ما عاد فيها كرت أصفر. مساعد ومهند، حوار مستمر ما بين اللاعبين. الآن نشاهد الضربة الركنية. محمد شلهوب بيلعب لك كرة عرضية لكن صافرة وخطأ على السلطان النمري. خطأ على السلطان النمري. ينظر إلى ساعته حكم المباراة بسيرو، ينظر إلى المباراة ويوجه فيما تبقى من وقت. لم يستنفذ تغييراته ولا جوران استنفذ تغييراته، تبقى تغيير للمدرب جوران. ونشاهد هنا السلطان النمري صالح بشير من الأوراق الرابحة، ريان بلال، تيسير الجاسم بالنسبة للمدرب بسيرو، بالنسبة للمنتخب الكويتي عزيز مشعان من الأوراق الموجودة والمهمة في دكة البدلاء بعد أن شارك بحمد العنزي واللاعب فهد الأنصاري. الآن حمد العنزي، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمي التماس. شكلها أشواط إضافية وليلتنا الطويلة، ليلتنا الطويلة ما في مشكلة. في بطولة خليج اللي في اليمن لا نود انتهاءها حقيقة بالأجواء التي نشاهدها، بالرغم من أننا ننتظر مستوى أفضل فيما تبقى من أوقات في هذه المباراة النهائية. لكن الجماهير، اللاعبين في النهائي لا تفكر بالمستوى، لا ينتظرون ذلك. مباريات النهائية غالبا ما تكون بهذه الصورة، مباريات كؤوس، ضغوطات، أحصاب، تخطف بهدف وقد لا تخطف أحيانا. الكرة بتتحول إلى سلطان، كرة في الجهة اليسرى، محاولة الآن خطفها مشعل إلى الشلهوب لكن صافرة حكم المباراة تنهي أحداث المباراة النهائية في وقتها الأصلي بتعادل المنتخب الكويتي والسعودي سلبيا. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، النهائي ما زالت له فصول أخرى وإثارة مستمرة وأشواط إضافية قد تحسمها وقد لا يحدث ذلك. تقبلوا تحياتي، محدثكم فارس عوض، الكلمة للزميل حامد، تفضل. شكرا للزميل